السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة هنتكلم برضو عن حاجة الواحد بيشوفها كتير في المساجد، سواء في انتظار الصلاة برضو أو في خطبة الجمعة أو في درس علم، اللي هي جلسة الاحتباء أو الحبوة. الاحتباء اللي نهى عنها الرسول، وفي ناس كتير أوي بتعملها وما بياخدوش بالهم منها. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إيه جلسة الاحتباء أو الحبوة؟ أن تجلس على الأرض، مش تجلس على الأرض وتبقى أنت راكز على المقعدتين بتوعك من الخلف، وحاطط رجليك على ركبتك على ركبك الاتنين وقاعد عليهم. ده الرسول نهانا عن القعدة دي بالذات. ليه الرسول نهانا؟ عشان هي زي ما انتم شايفين كده القعدة القعدة دي كده، اللي انت لو قاعد في صوب واحد وقاعد القعدة ديت عورتك بتبان. طبعا مع اختلاف لو قاعد ببنطلون. طب الرسول قال ايه؟ ان الاحتباء المنهي عنه في الجلوس هو احتباء الرجل الذي لا يملك الا ثوب واحد. يعني ايه لا يملك الا ثوب واحد؟ يعني مش لابس الا الجلابيه بس، من تحت منه عورته باينه، فده ما ينفعش. ماشي، فبيقول لك الا ثوبا واحدا لان تكشف عورته، يعني الخوف من ان تكشف عورته. طب ماشي، ما ده برضو احنا ساعات بنلبس البنطلون، او في ساعات بتبقى ناس يعني نازله لابسه مثلا البوكسر او هكذا، ما زي ما الناس بتسميه، برضو بيبقى شكلها محرج وكده. فالقعده دي نهى عنها الرسول، عشان حتى لو لابس البنطلون فيه قطع، معلش بعد الكلمه، في حاجه مش عارف فالضمان حلو، بالذات بتلاقيها دايما يوم الجمعه وكلام من ده. فأرجو منكم أنتم تشيروا الفيديو لو كده، يعني تقولوا لأصحابكم وحبايبكم اللي القعدة دي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها. وده كل ما لدينا في الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.